السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمعوا بقى صوت القرمشة. شايفين البسكوتة هوائية وهشة وناعمة من جوه ازاي؟ احلى من كده مفيش. بسكوت النشادر بتاع زمان. يلا بينا. المقادير بتاعتي عبارة عن 3/4 كوباية من السكر الخشن، وطبعا انا هعمله باودر دلوقتي، بس انا عايرته وهو لسه سكر سنترافيش. وكوباية كاملة من السمن. السمن معيارها 200 جرام، كوباية كاملة. اما السكر فهو 175 جرام من السكر. وزي ما انتوا شايفين طحنته في المطحنة وحولته لسكر باودر، وهبتدي ان انا اضربه بالمضرب الكهرباء. تقدروا طبعا تعملوه بايديكم زي ما نينا كانت بتعمله بايديها من اوله لاخره. البسكوت ما كانش بيستخدم فيه ولا مضرب كهربائي ولا اي حاجه، وانا عملت لكم فيديو قبل كده ازاي نضرب البسكوت بايدينا وفرجتكم كل الخطوات بالايد. بسكوت النشادر من الحاجات بقى القديمه بتاعت زمان الموفره الاقتصاديه. هتقولي له اقتصاديه ازاي وانتي حاطه كوبايه من السمن البلدي؟ الاول هنكمل المقادير. هنحط بيضتين، هنحطهم بالتدريج، هم بيضتين بس. والمقادير دي كلها على نص كيلو دقيق. يعني كوبايه سمنه، 3/4 كوبايه سكر، وبيضتين. هنحط عليهم ايه؟ 3/4 سوري، نص كيلو دقيق. وكمان معاهم ربع كوبايه لبن، حاجه بسيطه خالص من اللبن. زي ما انتوا شفتوا انا حطيت البيض بالتدريج. لا، السمنه كانت ساقعه من التلاجة علشان الحاجات بتاعتي ما تفصلش. زي ما انتوا شايفين الخليط قدامكم حلو جدا، زي ما فصلش ولا اي حاجه. مع اني كنت بصور في جو حر جدا. بعد كده حطيت الفانيليا، ودي اقل من معلقه صغيره من البيكنج باودر، هم 4 جرام بالظبط. وده 3/4 وده قصدي ربع كوبايه اللبن الدافي. حطيت فيها معلقه صغيره من النشادر، وفضلت تفور كده زي ما شفتوا. دي كانت 85 جرام من اللبن. اللبن دافي، نحطه بالشكل ده. تمام. ممكن نقلب بالمضرب، بس انا ما قلبتش بقى، سبتها وعشان احط الدقيق. انا هحط نص كيلو من الدقيق. اول ما الميزان بتاعي هيوصل لنص كيلو هوقف. بس عبال ما زقيته كده علشان افرجكم نص كيلو بالظبط، راح الميزان متغير. بس هتشوفوه دلوقتي اهو 510 بالظبط جرام. اول ما زقيته بصوا الميزان عمال ايه يتغير ازاي. فخلاص بقى، هو زي ما انتوا شفتوه في الاول كده 500 جرام من الدقيق. تمام، نص كيلو من الدقيق اللي هم 4 كوبايات بالظبط. بعد كده هنقلب تقليب سريع، يا دوب المكونات بتاعه البسكوت تتجانس مع بعضها. انتوا عارفين اول ما نحط الدقيق مش عايزينه يعمل عرق، فمش هنقلب كتير. يا دوب هديله تقليبتين بايديا كده. والبسكوت اهم حاجه في عجينته انها تكون ما بتلزقش، غير كده مفيش حاجه خالص. نرجع بقى لموضوعنا. ليه بقى بسكوت النشادر اقتصادي؟ لانه اولا بيرمي كميه كبيره، هش وناعم وفظيع زي ما شفتوا معايا اول الفيديو. بيضتين بس على نص كيلو دقيق، وعاده بنستخدم على نص كيلو دقيق من 4 ل5 بيضات. السمنه البلدي يعني اوفر بكتير من الزبده. صحيح السمنه البلدي يمكن نفس ثمن الزبده واغلى، لكن السمنه البلدي انا بقدر اوفرها في البيت. يعني ممكن كده شهر شهرين نعين فيهم وش اللبن، نقدر ان احنا نعمل لنا شويه سمنه حلوين نستخدمهم لحلويات العيد، سواء بسكوت او كحك او غريبه. فبنقدر نوفرها في البيت. انما الزبده فالزبده لازم بنشتريها، يعني زبده نيوزيلندي لازم نشتريها. اعذروني بقى ان انا بشكل بايديا على طول، القمع مع ايديا. انا بحس ان التشكيل بالطريقه دي اسهل بالنسبه لي، لان يعني معصم الايد فيه شويه مشاكل كده. تقدروا طبعا تشكلوا بالكيس الحلواني عادي جدا، وده يكون طبعا اسرع بكتير قوي من الطريقه اللي انا بشتغل بيها.
هحاول نظبط مقاسات البسكوت انها تكون قد بعض ومتجانسة يعني في الشكل. هندخله درجة حرارة هادية 180 او اقل، ونسيبه لحد ما ياخد لون. البسكوت لازم ياخد لون، ما ينفعش نطلعه فاتح، لو طلع فاتح هيبقى مش مقرمش معانا. هسيبكم بقى مع البسكوت تستمتعوا. اسمعوا بقى صوت القرمشة. شايفين؟ شايفين البسكوتة هوائية وهشة وناعمة من جوه ازاي؟ احلى من كده مفيش. بسكوت النشادر بتاع زمان. بصوا جمال البسكوت بتاعنا، هش وناعم ومقرمش واحلى من الحلاوة. كل سنة وانتم طيبين.